اتقابلنا بشخصية هنا، هي تعرفنا بنفسها. عرفنا بيك. أنا الدكتورة داليا الشريف، رئيسة تنمية المشروعات جمعية المستشار الإعلامي، ودي أنا رابع سنة في الجمعية. والنهارده عاملين حفلة ذو الهمم مع فريق المرح، هو مهرجان كبير وهيحضروا ناس كتيرة جدا وبلوجرز كتيرة. ربنا يوفقنا إن شاء الله نقدر نسعد الأطفال. وأملك إيه في السنة الجاية؟ لا نكبر النشاط ان شاء الله. احنا حاطين هدف في الجمعيه موضوع ذو الهمم، اهتمام اكتر بيهم لانه فعلا محتاجين حاسه ان الجمعيات فعلا بتقدم الدور اللي مش كل الجمعيات للاسف. ذو الهمم في اجزاء يعني جمعيات او افراد بيستغلوا ذو الهمم، فاحنا عندنا ناس كتيره اصلا مش افراد بس، ناس كتيره بتقوم عليهم وبتشتغل عليهم، مسمينهم العقل الذهبي لان حاسين ان احنا شفنا البنوته بترقص بطريقه جميله كده مع نفسها. تقولي ايه النهارده وانتوا في وسط العالم ده كله وفي وسط كوكبه وشغلكم ده هيوصل للدنيا كلها بحب وسلام؟ ان شاء الله احنا حاطين خطه لذو الهمم بالذات. النهارده في اللي هو المهرجان، والمستشار سمير بيسعى ان هو احنا هناخد لقاء وياه الوقت ويبقى لنا السابق لبرنامج صوت الحياه ان شاء الله باذن الله. في بيسعى لتوظيف بعض الحالات برضه ذو الهمم، لان بقول لك في ناس كتير قوي بتستغل الموضوع ده، وربنا يوفق. احنا تقريبا كل الاعلاميين شغالين على ذو الهمم لانه بيعمل لنا نشاط وحركه وتقريبا احنا كلنا عايزين مثلا نبقى ترند، يبقى لنا شغل كده. فمعظم الناس حب جواهم حب لهم، بس برضه نفسهم في الشغل ذو الهمم لان حاسين هو ده الشغل اللي بيدي للناس، لان بيحسسوهم بشخصيه جديده بتقدم للمجتمع الجديد. احنا كنا عاملين حفله في شهر 2، مجرد الاطفال شافونا عرفونا على طول وحضنونا. انا بشوفهم على طول في كل المؤتمرات. خلاص يعني اتأقلموا معانا، وهم دول يعني احباب الله يعني ربنا يبارك فيهم ويبارك في حضرتك، ودايما السنه الجايه يبقى في حاجه جديده واكبر واقوى ونيجي ناخد السبق منك باذن الله.